السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. وفي المباراة التي جمعت الاتحاد السعودي والترجي التونسي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الملك سلمان للأندية العربية، حقق الاتحاد السعودي فوزا ثمينا بهدفين لهدف واحد، وقد سجل أسامة بوقرة هدف الترجي الأول في الدقيقة 26 من الجولة الأولى، قبل أن يعادل عبد الرزاق حمد الله للاتحاد في الدقيقة 36 بتمريرة من كريم بنزيما. وفي الجولة الثانية نجح كريم بنزيما النجم الفرنسي في تسجيل هدف الاتحاد السعودي في الدقيقة 55 بتسديده بقدمه اليمنى، ليحصد فريق السعودي أول نقطة في البطولة العربية للأندية. تجري هذه البطولة العربية بمشاركة 16 نادي في مختلف الدول العربية، وتشمل أندية المغرب مثل الوداد والرجاء اللذان يطمحان لتحقيق مشاركة متميزة وتحقيق نتائج جيدة في البطولة التي تضم فرقا عربية قوية ومليئة بالنجوم العالميين. وقد خصص الاتحاد العربي لكرة القدم جوائز مالية ضخمة للفرق المشاركة في البطولة العربية بالمملكة العربية السعودية، حيث يحصل الفريق المتوج باللقب على جائزة قدرها 6 ملايين دولار. يذكر أن الفريق الحامل للقب في النسخة السابقة من بطولة 2021 كان الاتحاد السعودي، وقد حصد اللقب على حساب فريق آخر من المغرب.